السلام عليكم حبيباتي الغاليات. مرحبا بكم في القناة. اليوم بإذن الله غادي نحضر واحد الوصفة اللي كتكون لذيذة سهلة مهلة، بدون مجهود، بدون دقيق. إذا بيتزا بدون دقيق، الفرن أو بدون دقيق نهائيا. سهلة، بلا عجن بلا حتى حاجة. غنحضروا البيتزا ديالنا بشكل مبسط. إذا باش نوجدوا هاد الوصفة، تبعوا معايا الخطوات والمقادير بإذن الله. إذا هنا أول حاجة غنبدا بها هي البصلة. غادي نشحروا البصلة ديالنا بواحد المقلاه هكا مع شوية ديال زيت الزيتون والملحة. هادو هما المكونات فقط. غادي نوقف على البصلة ديالي وغادي نبقى نشحر هكا، نديها ونجيبها في المقلة على عافية اللي هي متوسطة حتى كتحمر وتدبال. عاد غادي نزولوها. إذا من بعد ما كتوجد البصلة ديالي غندوزو دابا للبطاطا اللي تكون هكا منقية، بلا ما تقشر. الا بغيتو تقشروها قشروها، انا ما قشرتهاش يعني ماشي ضروري. غادي نقطعوها هكا دي غونديل، ولا هكا طولي. نقطعوها طولي ولا دوائر اللي يعجبكم. نحاولوا نحافظوا على نفس السمك. من بعد أكيد غادي ندهنوا هاد القطع ديال البطاطا وغادي نحطوهم في اللاطة اللي غادي ندخلو للفرن. هنايا دهنتهم بشوية ديال زيت الزيتون. إذا من بعد كنرشو بشوية ديال الملح، وكنبدا ندهن القطع ديالي ديال البطاطا بشوية بلا صوص طوماط. لاصوص اللي أنا ديجا موجداها وعندي في الثلاجة، يعني كنشحرها واحد شوية حتى كتختار. كنزيدو ليها شوية ديال الملح وصافي، وشوية ديال الزعتر. من بعد كنزيدو البصلة ديالنا كما موضح لكم في الصورة. إذا البيتزا ديالكم ديروا فيها المكونات اللي بغيتو. هنايا زيت الثوم، عندكم الزيتون زيدوه، المكونات اللي كتحبوها في البيتزا ديالكم. من بعد هنايا ندوزو إذا قلنا ندوزو نحكو الفرماج. في هاد الأثناء راه غنكونوا وضعنا البيتزا في الفرن باش طيب نص طيبة. كنخرجوها ندردرو عليها الفرماج المحكوك، وكنعاودو نردوها حتى كتزيد تحمار وكيذوب هذاك الفرماج. وعاد إن شاء الله ن نقدموا البيتزا ديالنا. إذا حاولوا إن شاء الله تجربوا هاد الوصفة، أكيد غادي تعجبكم وغادي تعجب حتى الوليدات. إذا هنايا كبديل ل العجينة أو الدقيق الفورس، ممكن أننا نستعملوا مكونات أخرى كبديل. فهنايا استعملنا البطاطا، ممكن نعتمدوا أنواع أخرى من الخضار. ما كنساوش ندردرو شوية ديال الزعتر على البيتزا ديالنا قبل قلنا ما ندخلوها الفرن باش يذوب عندنا الفرماج ويتعلق. عاد ندوزو للتقديم، نقدمو البيتزا ديالنا. هاد الطبق ممكن نقدموه كطبق مرافق أو كوصفة للعشاء. ممكن كذلك نقدموه كمقبلة، كيجي لذيذ وصحي، كيعجب الكبار والصغار.